إذا ننتقل إلى الموضوع السوري. أولا هناك اتهامات واضحة غربية تقول أن إيران متورطة في دعم سوريا في قمع المتظاهرين، وكان يتحدث عن وجود إيراني وعن خبرات إيرانية في هذا الشأن. وهناك أيضا من يتحدث عن هلع إيراني. هل إلى هذه الدرجة هناك هلع؟ هل إلى هذه الدرجة يعني منذ قليل لمحت لماذا هم يحتاجون إلى سوريا، ولكن هل شعروا أن خطرا ما كان يهدد سوريا أو ما زال يهدد سوريا؟ بالتأكيد هناك هلع، هناك قلق. المرشد بنفسه يقود الآن ما يخص العلاقات الإيرانية السورية. إيران متواجدة في سوريا يعني بأوسع الأشكال، وأقول لكم ماذا حصل. إيران تدعم سوريا ماديا في هذه المرحلة، تدعم سوريا تسليحيا وتقنيا. إيران أرسلت سيارات مكافحة الشغب، إيران أرسلت قنابل مسيلة للدموع، إيران أرسلت كثير من المعدات إلى سوريا بسبب أن لديها تجربة. النظام السوري يفتقر إلى تجربة لازمة في مكافحة المظاهرات في الشارع، وإيران علمتها عبر خبرائها الموجودين الآن بدمشق ماديا تسليحيا وتقنيا، وأيضا بإفادة الخبراء. قائد قوة الأمن الإيراني ذهب إلى سوريا معه كثير من الخبراء، تركهم في سوريا وهم موجودين. بعدين هناك مثلث حزب الله، إيران وسوريا. إيران كلف حزب الله بإيفاد رجال إلى سوريا، رجال المهمات الصعبة يقولون، فهؤلاء كانوا متواجدين إلى جانب القوات السورية في درعا، في بانياس، في. هل تحتاج القوات السورية وسوريا إلى دعم من هذا النوع؟ مش موضوع قوات السورية. أقول لك أنت سوري وتواجه، هذا حصل في إيران، وتواجه ابن عمك وتواجه ابن خالك وابن قريتك ومدينتك، فأنت لا تستطيع أن تطلق النار عليه. هذا يحصل في كثير من الدول، حصل في إيران وحصل في سوريا. وجود عناصر من حزب الله ما في عندهم عواطف تجاه أبناء الشعب السوري. الناس كلهم من حزب الله، ممن قاموا بقتل الناس، لأنه السوري مهما كانت توجهاته انتماءاته الحزبية لا يستطيع أن يقتل مواطنيه بهذه السهولة كما شاهدنا في درعا. نعم حزب الله متورط، هذا عندنا معلومات بوثائق، ما لا يقل عن 1000 من رجال حزب الله كانوا في سوريا من إيران. لم يكن رجال الحرس أو قوة الأمن مشاركين في قمع، ولكن في إدارة المعركة. انظروا إلى أدبيات النظام السوري، إلى خطاب النظام السوري، نفس الخطاب الذي استخدمه النظام الإيراني. هناك مدسين، هناك جماعات إرهابية، هناك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبريطانيا متورطة. إيران كانت تتهم قناة صوت أمريكا والبي بي سي بأنها وراء المظاهرات، سوريا تتهم العربية والجزيرة والبي بي سي، يعني نفس الشيء. فبالنسبة للنظام الإيراني كما قلت، يعني سوريا، أنتم تقولون دمشق قلب الأوروبا النابض، أنا أقول قلب ولي الفقيه النابض. يعني بلا سوريا النظام الإيراني سيخسر أوراقه العربية تماما. ما في ورق عندنا اكسبت سوريا.